النهارده كان في دوري مصر، كان بيتلعب ماتش كان مؤجل بين بيراميدز والمقاولين، وفازت بيراميدز 2-0 بأهداف بكاري توريه. جون حلو جدا كان في الدقيقة 9، ومروان حمدي في الدقيقة 82 من ضربة جزاء. وكده أصلا بعد الماتش فوز بيراميدز ده بيتعالى الترتيب للمركز التاني، والأهلي بينزل المركز التالت نفس نقطه مع الأهلي ب23 نقطة، بس متأخر كمان 3 مطوشة عن الأول سيراميكا. يعني لو كسب هيبقى هو أول الدوري، وشكل بيراميدز اللي هياخد الدوري السنة دي ولا إيه هنعرف في المطوشة الجاية. بيراميدز برضه هيبقى عنده في الأيام الجاية دي ماتشين هيلعبهم، بتاع بتروجيت وكهرباء الإسماعيلية، بس هو هيسافر عشان يلعب في زامبيا حاجة كده ماتشه الجاي. وكمان النهاردة كان في عندنا في كأس العرب الأدوار الإقصائية عشان نشوف مين اللي هيصعدوا يلعبوا في المجموعات. كان في 3 ماتشات النهاردة. كان عندنا الأول ماتش كان الكويت وموريتانيا، ودي في مجموعة مصر، والكويت كسبت 2-0 موريتانيا، وكده مجموعة مصر بقت الكويت والإمارات والأردن مع مصر. أما الماتشين التانيين كان ماتش سوريا وجنوب السودان، وسوريا فازت على جنوب السودان 2-0. وكمان فلسطين بتفوز على ليبيا 4-3 بالضربات الجزاء بعد ما الماتش خلص 0-0. وكده المجموعة الأولى هتبقى فيها تونس وقطر وفلسطين وسوريا. لسه بقى المجموعة التانية والرابعة هنشوف مين اللي هيبقى فيهم في مطوشة بكرة إن شاء الله. دي كانت النهاردة شوية مطوشة موجودة في اليوم، يعني ماتش في دوري مصر وفي كأس العرب. ف متنسوش تعملوا لي شير وسبسكرايب.